الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. معقولة يا كابتن؟ انت بتقرأ دعاء الركوب؟ أيوة، أنت مستغربة ليه كده؟ مستغربة إن تصرف متخلف زي ده يصدر من طيار متعلم زيك. ليه يا حبيبتي؟ شفتيني بلعب في مناخيري ولا إيه؟ لا، بس سيب الأفكار دي للناس اللي عايشة في الصحراء الهمج، مش الناس اللي بتطير في السماء وتلف العالم وتلبس منظارة يا كابتن. هو أنا لازم أطلع كارنيل إلحاد الأول عشان أبقى عضو في النادي بتاعكم؟ وماله الإلحاد يعني؟ مش فاهمة. إيه مشكلتك معاه؟ تكبير دماغ زي طالب فاشل مش عايز يذاكر وعايز يقضيها قهاوي وسايبرات، فبدل ما يعترف إنه فاشل أنكر وجود الامتحان. دي سطحية منك على فكرة، الموضوع أكبر من كده بكتير. لا هو الموضوع كده، بس انتوا بتحبوا تخنوه وتزفلطوه. هو ليه بقى ما تقولش إنكم بتاكلوا عيش من ورا الدين يا كابتن؟ ده على أساس إني بلم القرابين اللي بتتقدم للمعبد واخدها. أنا طيار مش كاهن يا ريهام. وده ما يمنعش إنك بتستفيد من وهم الدين، على الأقل بتكسب ثقة الناس فيك. ما تحترمي نفسك يا ريهام، دي كلها من شارع واحد وعارفة بعضيها. قصدك إيه يا كابتن؟ يا بنت انت مش شغالة معانا في الشركة بقالك 5 سنين وعارف عنك كل حاجة. يعني إيه برضو؟ انت لاهطة من طليقك $500,000 مؤخر، صح ولا لا؟ أيوة. ووارثة من أبوك شقة في المهندسين بعد ما رفعت قضية على اخواتك. أيوة حصل. وأصلا الشركة بتصرف لك مكافآت في العيد الصغير والعيد الكبير وفي رمضان. دي كلها حقوقي على فكرة. طب ما الدين اللي هو اللي بيديك الحقوق دي يا ماما، لو عندك دم ارفضيها زي ما انت رافضة الدين. أنا رافضة الوهم، الخرافة. يعني إيه في إله في السماء هو اللي بيتحكم في كل حاجة؟ من 3000 سنة لو كنت قلت لحد إن هيركبوا حتة حديدة زي اللي احنا راكبينها دي وهيطيروا في السماء كان قالوا عليك ساحرة ومشعوذة. وإيه علاقة دي بدي؟ ما لا يدرك كله لا يترك كله، وعدم فهمك للشيء لا ينفي وجوده ولكن يثبت جهلك. يعني إيه؟ انت بتعرفي تتكلمي ياباني؟ لا. يعني انت ما تعرفيش تتكلمي ياباني يبقى ده معناه ان مفيش ياباني؟ دي سفسطة. تقدر تثبت لي وجود إلهك؟ وجودك انت شخصيا. انت جايه منين؟ عملوا لك داونلود من على النت؟ نو absolutely no. بابا وماما هم اللي خلفوني. وبابا وماما جايين منين؟ باباهم ومامتهم خلفوهم. لو مشيتي ورا السلسلة دي للآخر هتوصلي لإيه؟ وحتى لو افترضنا صحة أصل الأنواع، العالم متناهي الدقة ده جه منين واستمر إزاي؟ مجرد صدفة كونية مرت بمراحل كتير من التطور بعد البيج بان، الانفجار العظيم. انت عبيطة يا ريهام، كل ما زادت درجة الدقة قل احتمال الصدفة. الله، هو انفجار مصنع مرسيدس بيطلع عربيات يا ماما؟ بص بقى يا كابتن، أنا مش مقتنعة ومش هقتنع. عنك ما اقتنعتي وما شوف شغلك. حاضر. أوف، إيه ده يا كابتن؟ إيه ده؟ في إيه؟ إيه صوت التكتكة ده؟ مش عارف. إيه الجهاز الغريب ده يا كابتن؟ يا نهار اسود، قنبلة. إيه؟ دي قنبلة زمنية قدامها 60 ثانية وتنفجر يا ريهام، هتعملنا شاورما. يا نهار اسود، والعمل؟ احنا حتى ما فيش معانا خبير مفرقعات. طب وبعدين؟ هنموت يعني؟ مفيش حل غير ان نقطع سلك من ال4 دول ونعطل القنبلة. طب ما هو ممكن يفجر القنبلة. قدامك حل تاني؟ مش عارفة. اقطع انهي سلك بقى، احمر ولا ازرق ولا اصفر ولا اسود؟ مش عارفة. طب بقولك ايه، تيجي نعمل حادي بادي سيدي محمد البغدادي؟ يا نهار اسود ومنيل، انت عايزنا نرهن حياتنا كلها بضربة حظ، يا تصيب يا تخيب؟ ومالها الصدفة بقت كخة دلوقتي؟ لا استرها معايا يا رب، استرها معايا والنبي يا رب، ده انا غلبانة والله، هرجع اصلي واصوم بس استرها معانا يا رب. انا مخي جزمة قديمة والله يا رب يا رب. شكرا يا حاجة ريهام، أكبر ملحد لو اتحط في الموقف ده كان قال يا رب. ايه ده؟ هي القنبلة ما انفجرتش ليه يا كابتن؟ لا دي مش قنبلة، دي لعبة كنت جايبها للبت بنت الصغيرة. ايه ده؟ ريهام يا ريهام، غهام انت رحت فين يا غهام؟ يا غهام، طب اللدغة طيب يا غهام راحت فين؟ يا غهام ماتت. اتفضل يا دكتور.
اتفضل. ممكن أعرف بقى أنت جايبانا هنا ليه؟ أنا بقى هجاوبك على كل أسئلتك عن أصل الإنسان. وما كانش ينفع تجاوبيني في المكتب؟ اشمعنى هنا في المعمل؟ ده وده هم أكبر دليل عن صحة نظرية التطور يا دكتور. مين ده؟ ده ميمون. أهلا وسهلا، تشرفنا. ميمون مين؟ ده بقى أكبر دليل هحطه في عين اللي بينكروا نظرية التطور. أنا بقالي 2 سنين شغالة في سرية تامة على المشروع ده. عملتي إيه؟ كنت بتخصبي يورانيوم؟ يورانيوم إيه؟ أنا كنت بعلم القرد ده صفات مكتسبة مننا، زي مثلا إني أخليه ياكل زينا، يلبس زينا، ينام زينا. من الآخر كده أنا كنت بعمله برمجة سلوكية. يا سلام، وإيه الهدف من كده؟ هدفي إنه مادام القرود قدرت تقلد سلوكنا وتطوره، إذن المخ يقدر يطور نفسه بنفسه حسب الحاجة. وده اللي حصل لسلسلة التطور بداية من الخلية الأولية. خلق الإنسان والكائنات الحية مش موضوع علمي قابل للتجربة والنقاش يا دكتور، دي مسألة غيبية محدش شافها ولا حضرها. بيتهيألك يا دكتور. التطور حقيقة علمية صعب إنك تنكرها. لو قصدك على التطور المصغر وتأقلم الكائنات مع الظروف المحيطة فده محدش ينكره لأنه ثابت علميا. كويس، لقينا أرضية مشتركة نتفق عليها. اتفضلي قوليلي مين اللي خلق وأوجد الحياة الأولى؟ من خلية ذكية نشأت من الجمادات، أو ممكن نقول مثلا نزلت من الفضاء الخارجي. ومين بقى اللي أوجد الخلية الذكية الشقية دي بقى؟ ها؟ صدفة كونية بعد الانفجار العظيم. بعدها الخلية دي احتاجت تتطور في المحيط، فبقت سمكة، والسمكة تطورت إلى بغمائيات، والبغمائيات دي تطورت لزواحف، والزواحف دي مثلا تطورت لكائنات فقارية. أيوة، كائنات فقارية. وعلى فكرة ده اللي جه منها القرود اللي تطورت بقى لإنسان. يعني عايزانا أصدق إن جدي الأول كان شمبانزي وقرر يبقى بني آدم عشان يقدم على شقة في البيت بيتك؟ طبعا بتهرب كل مرة بإنك تتريق عليا. عموما هقولك، التطور حاجة فسيولوجية للكائنات تورث من جيل لجيل. يعني الزرافة مثلا احتاجت إن هي تاكل أوراق من أعلى الشجر، فبدأت رقبتها تطول جيل بعد جيل. طب وبايز مان اللي فضل يقطع ديل الفيران ل19 جيل عشان يورثوا صفة الديل المقطوع، وفي الآخر الفيران برضه طلع لها ديل، ها؟ ايه؟ فكري. وقف التصوير يا مخرج زيتون لحد ما ريهام تفكر زي ريتشارد دوكنز. يمكن الفيران دي اعتبرت ان اللي حصل ده مش طفرة عشوائية نافعة، او ربما طلع لها الديل تاني بدون قصد. بص يا ريهام، ربنا بيقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. يعني ربنا خلق الأرض وخلاها صالحة للحياة، وخلق فيها جميع الحيوانات من المصدر الأول لكل سلالة، وبدأ التكاثر بعدها. فالمصدر الأول ده له مسبب وهو الله، مش خلية اتطورت لسمكة ولا قرد بقى إنسان. طب والخالق بقى يا دكتور، مين اللي خلقه؟ هو ينفع تقولي لي مين خبز الخباز أو مين عجن العجان أو مين طبخ الطباخ؟ ما ينفعش يا ماما، يبقى خالق ومخلوق في نفس الوقت. طيب رد عليا، جه منين الخالق اللي بتقول عليه؟ لو قلتلك سين خلق الكون هتقومي تقولي لي ومين خلق سين؟ هقول لك صاد. تقولي لي مين خلق صاد؟ هقول لك جيم. ونفضل نهري بقى في الهبل ده لحد الصبح. الخالق خلق وأوجد، تمام؟ تسميه إله، تسميه مصدر، تسميه سين، انت حرة، بس مستحيل تقدري تنكري وجوده وقدرته. بص يا دكتور، أنا بحب الأدلة المادية الملموسة، ما بحبش كلام السفسطة والفلسفة دي. يعني انت اللي عندك دليل مادي على كلامك؟ Of course. وفين بقى الدليل ده؟ القرد. ميمون،
ماله ميمون؟ جرب كده تعمل أي حاجة بيعملها البشر، هيعمل زيك بالظبط. شفت بقى إن القرد طور سلوكه زي البشر إزاي؟ بصي، أنا هصدق كلامك لما أشوف رد فعله لو اديته حقنة، لأن نص البشر على الكوكب بيخافوا من الحقن. استني، انت هتعمل ايه يا دكتور؟ دي حقنة فيتامينات هتخليه يتنطط تنطيط ما أقولكيش. بسم الله، يا قوي يا رب. غريبة قوي، رد فعله زي البني آدمين بالظبط. مش قلتلك يا دكتور؟ صدقت كلامي؟ معلش، محاولة أخيرة. لو القرد صرخ يبقى كلامك صح. دي بقى حقنة عضل تخلي السحلية تقول أنا بنت خالة الديناصور ريكس. يلا يا ميمون يا حبيبي. احنا ما اتفقناش على كده يا دكتورة. ابرة وشكشكة وبعدين ده خابور مش حقن بني آدمين. اثبت يا ميمون، ما تخافش، دي مجرد فيتامينات. لا إله إلا الله، القرد بيتكلم يا ريهام، القرد بيتكلم. لا إله إلا الله، القرد بيتكلم يا ريهام. قرد ايه بس اللي هيتكلم؟ انا مش قرد. مين؟ عتريس؟ انت بتعمل ايه جوه القرد يا عتريس؟ انا القرد، قصدي انا عتريس يا دكتور. هتقول لي بقى جيت هنا ازاي؟ ولا اضرب الحقنه دي في رجلك اطلعها من زورك؟ دكتورة ريهام ادتني 200 جنيه وقالت لي هتعمل قرد لمدة نص ساعة. الله 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 الله، القرد بيتكلم يا ريهام ها؟ وبعمل ابحاث سريه يا دكتور، عدلت سلوك القرد يا دكتور. بصوا بقى، ده انا هنفخكوا النهارده انتوا الاتنين، قسما بالله لا تاخدوا الحقنه دي 50-50. يا نهار اسوح، مش عايزه اخد حقن. لا لا، ارجوك يا دكتور، عشان خاطر يا دكتور، انا اسفه. اجري عتريس، اجري يا دكتورة. خد يالا، استني يا ريهام، عندي فرخه بتتكلم هوريها لك، تعالي.